في ليلة مظلمة داخل أسوار قلعتها، كانت تقال الأساطير عن امرأة تستحم بالدماء، إليزابيث باثوري. هل هي ملكة الجمال الأبدي أم أكثر قاتلة سفكا في التاريخ؟ القصة الحقيقية مخيفة أكثر مما تتخيل. تخيل معايا قلعة ضخمة على تلة عالية، شبابيكها ضلمة، صوت الريح بيهوى حواليها. دلوقتي افتح عينك لأنك اللي هتسمعه أغرب من الخيال. يا ترى سمعتوا قبل كده عن واحدة بتستحمى بدم البنات الصغيرين عشان تفضل محافظة على جمالها وشبابها؟ لا. طب جهزوا نفسكم عشان تسمعوا التفاصيل اللي عمركم ما سمعتوها. حكاية النهاردة هتشدكم من أول ثانية لآخر لحظة. في القرن 16 كان في واحدة اسمها إليزابيث باثوري، ست من أجمل وأغنى سيدات عصرها. لكن الجمال ده كان مخبي وراه سر رهيب، سر خلاها من أخطر القتلة في التاريخ. والسر ده ابتدى بحكايتنا. إليزابيث باثوري كانت أكتر من مجرد سفاحة، كانت رمز للجنون والهوس بالجمال. إليزابيث اتولدت سنة 1560 في عيلة نبيلة من المجر، وكانت عيلتها واحدة من أقوى وأغنى العائلات وقتها. لكن الفلوس مش كل حاجة. طفولتها كانت مليانة مشاهد مرعبة. أبوها وأمها كانوا بيتسلوا بتعذيب الخدم، وهي كانت قاعدة بتتفرج. ومش بس كده، ده في إشاعات بتقول إنها شافت إخواتها بيتعرضوا للاعتداء قصاد عينيها أيام ثورة الفلاحين اللي عملوها على عيلتها. كل المشاهد دي سابت علامة جواها. كانت بتتفرج وهي صغيرة، لكن في عقلها كانت بتتعلم. وكل اللي شافته اتحول لجنون لما كبرت. جنون مش عادي، جنون كانت ضحاياه أكتر من 650 بنت من المجر اتقتلوا بطريقة بشعة على ايد إليزابيث باثوري، نتيجة لهوسها بالجمال والشباب الدائم. سنة 1575 اتجوزت إليزابيث بنت 17 سنة فرانك نادستي، واحد من أغنى النبلاء في أوروبا وقتها. الحفل كان أسطوري، زي ما تقول كده كتاب من كتب الخيال. لكن الجوازة دي ما كانتش مجرد حكاية حب، دي كانت صفقة أكبر من حدود الرومانسية. جواز السلطة، جواز الدم والمال. القلعة كانت هدية للجواز، لكن بدل ما تكون بيت مليان حب كانت مليانة حكايات سودة. فرانك كان محارب شرس ودلعها بحاجات أغرب من الهدايا العادية. علمها كل حاجة عن الحرب، عن التعذيب، عن ازاي العدو لازم يدفع ثمن كل حركة يعملها. في البداية كانت بتتفرج بتتعلم. فرانك كان بيستعرض مهاراته في تعذيب الأسرى الأتراك اللي وقعوا في ايده وصفر. لكن إليزابيث كانت مختلفة، كانت بتتعامل معاهم كأنهم مجرد لعبة. كانت بتتفن مش بتقتل على طول. كان بتحول الألم لفن، تحط الإبرة في أماكن مستحيلة وتسيبهم ينزفوا ببطء. وكانت بتعتبر كل حركة موسيقى بتعزفها بإيديها. الموضوع ده ما كانش مجرد انتقام، دي كانت بتشوف العذاب دوت كأنه لعبتها المفضلة. وللأسف كانت دي البداية بس. مع مرور الوقت وتقدم العمر، الكونتيسة إليزابيث باثوري اللي كانت معروفة بجمالها وقوتها لقت نفسها وحيدة بعد ما جوزها مات فجأة. صدمة موته كانت كبيرة، لكن اللي حصل بعدها كانت أكبر حاجة غيرت مجرى حياتها تماما. بعد موته ابتدت إليزابيث تحس إن الزمن هو عدوها الحقيقي. كل يوم كانت تبص في المراية وتشوف التجاعيد اللي ابتدت تظهر ببطء على وشها، كأنها إشارة إن قوتها ابتدت تنهار. الهوس بفكرة الشباب والسيطرة بدأ ياكلها من جوه. وفي يوم كانت خدامتها الصغيرة بتسرح لها شعرها كالعادة. دين الخدامة كانت بتترعش من الخوف، لأنها عارفة إن غلطة صغيرة قدام الكونتيسة ممكن تخسرها حياتها. وفعلا شدت شعرها بالغلط. إليزابيث قامت بسرعة، جابت الخدامة من شعرها ومسكت المقص اللي كان جنبها على الترابيزة وادت للخدامة في وشها بيه. الدم سال بسرعة وغطى ايدين إليزابيث. وهي بتغسل الدم من ايديها حست بحاجة غريبة. ملمس ايديها بقى ألمع، بشرتها كأنها رجعت شابة من جديد. هنا بدأت فكرة مرعبة تسيطر عليها، إن الدم ممكن يكون هو سر الشباب الأبدي. ومن اللحظة دي حياتها اتحولت. بعد الحادثة اللي حصلت للخدامة، الكونتيسة إليزابيث ما قدرتش تطلع الفكرة من دماغها إن الدم فعلا بيعمل حاجة لبشرتها. وبدل ما تسكت عن الموضوع قررت تسأل الحاشية.
اللي كانوا بيخافوا منها أكتر ما بيحترموها. My lady, I don't know how to say this, but you look like you've become 10 years younger. My lady, I remembered an old story I heard a long time ago. They say there was a noblewoman who drank the blood of young girls to stay young and beautiful forever. الحكاية دي كانت كافية إنها تخلي إليزابيث تفكر إنها لقت اللي بتدور عليه، ومن هنا كل حاجة اتغيرت. الكونتيسة ما بقتش تشوف البنات كبشر، بقت تشوفهم كأدوات عشان تفضل هي شابة وجميلة. ومن اللحظة دي بدأت سلسلة من الجرائم اللي العالم عمره ما كان هيتخيلها، جرائم بشعة ضحاياها كانوا بنات صغيرين. لكن ازاي بدأت وايه اللي حصل؟ تعالوا نرجع للي حصل بعد كده. فاكرين البنت اللي كانت بتسرح إليزابيث وإليزابيث عورتها في وشها؟ هي البنت دي إليزابيث جرتها من شعرها لحد الحمام. إليزابيث ربطت رجليها بسلاسل من الحديد وعلقت راسها لتحت فوق البانيو اللي بتستحمى فيه إليزابيث. البنت المسكينة كانت بتصرخ بتحاول تفلت لكن مفيش فايدة. مسكت سكينة ومن غير أي تردد نحرت البنت. الدم ابتدى يسقط ويملى البانيو بتاع إليزابيث، وبهدوء مرعب قلعت إليزابيث هدومها ونزلت في البانيو اللي مليان دم، معتقدة إنها لقت السر الأبدي للجمال والشباب بالنسبة لها. كل قطرة دم بتساوي عمر جديد مليان جمال ونضارة بالنسبة لها. لكن إليزابيث طبعا عرفت إن دم بنت واحدة مش كفاية، عشان كده أمرت الحشة بتوعها اللي طبعا كانوا عارفين بأمرهم إنهم يجيبوا لها بنات جديدة. الحشة بدأوا ينفذوا الأوامر، كانوا بينزلوا القرى وبيعرضوا على الأهالي فرص شغل لبناتهم في القصر. الأهالي بسبب فقرهم الشديد كانوا بيسلموا بناتهم من غير ما يعرفوا إنهم مش هيشوفوهم تاني ولا المصير اللي هيقابلوه بناتهم في القصر. مع الوقت قلعة إليزابيث بقت مليانة بنات صغيرين، كل واحدة فيهم كانت فاكرة إنها جاية الحياة أفضل، لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. البنات كانوا بيتسحبوا واحدة ورا التانية، وفي كل مرة الحوض بيتملي بدم جديد وإليزابيث بتعيد نفس الطقوس المجنونة بتاعتها. لكن مع الوقت إليزابيث ابتدت تكتشف إنها مش بس بتحب دم الضحايا، لا دي كانت بتستمتع بتعذيبهم. وهنا بدأ الجانب المظلم الحقيقي يظهر، على أساس كل اللي فات دوت مش مظلم. إليزابيث كانت بتتفنن في ابتكار أساليب بشعة في تعذيب البنات قبل قتلهم، زي مثلا إنها كانت بتجمدهم لحد الموت. في عز البرد كانت تخليهم واقفين في الجليد وتصب عليهم ميه متلجه لحد ما جسمهم يتجمد. كمان كانت بتستخدم فكره الحرق بالنار. بعض البنات كانت إليزابيث بتحرقهم بالحديد السخن على جسمهم، وكل صرخه بيصرخوها بالنسبه لإليزابيث موسيقى جنونيه. دي كمان كانت بتجبر بعض البنات انهم يمشوا على مسامير حد. كل واحده كانت بتدخل قصر إليزابيث كانت بتعيش كابوس محدش يقدر يصدقه. لما دم 650 بنت فقيرة ما عادش مكفي جنونها، إليزابيث قررت تاخد خطوة أبعد، خطوة كان فيها تحدي للقوانين والنظام الاجتماعي نفسه. الهدف الجديد كان النبلاء. إليزابيث كانت مقتنعة إن دم البنات الفقيرة مفيد، لكنه مش كفاية علشان يوصلها للكمال اللي هي بتحلم بيه. وهنا بدأت تبص لطبقة عالية، طبقة النبلاء. في عقلها المريض دم بنات النبلاء كان أنقى وأقوى وممكن يمنحها شباب أبدي أكتر من اللي جربته قبل كده. إليزابيث بدأت تفكر بعناية، مش أي بنت نبيلة ينفع تكون ضحيتها الجديدة، لازم يكون في خدعة ذكية. بمساعدة الحشة بتاعتها إليزابيث ابتدت تعمل حفلات في القصر، كانت بتبعت دعوات لبنات النبلاء الصغيرين بحجة تعليمهم أدب البلاط أو تدريبهم على حياة القصور. العائلات النبيلة بسبب سمعة وقوة عيلة باسوري كانوا بيسلموا بناتهم وهم مطمنين، والمصير كان أسوأ مما حد يتخيل. بمجرد ما البنات دول يدخلوا القصر كانوا بيلاقوا نفسهم في مواجهة الكابوس. إليزابيث كانت بتعاملهم بطريقة مختلفة عن الفقيرات في الأول، تديلهم مجوهرات، تديلهم هدوم فاخرة، تديهم إحساس زائف بالأمان. لكن بسرعة كان بيتحول كل ده لكارثة. البنات النبيلات كانوا بيتعرضوا بنفس طريقة التعذيب اللي سبقهم بيها البنات الفقيرة، من تجميد لحرق لضرب مبرح لحد ما في الآخر بيتم نحوهم. إليزابيث كانت بتعتبر دمهم زي الكنز، كانت بتجمعه في أوعية خاصة. لكن خطوة إليزابيث في قتل البنات النبيلات كانت غلطة كبيرة. مع كل بنت نبيلة كانت بتختفي الإشاعات كانت بتزيد في كل مكان. العائلات الفقيرة كانوا بيخافوا إنهم يتكلموا، لكن العائلات النبيلة هنا الموضوع يختلف.
الفقراء ما كانش حد بيسمع صوتهم، لكن بنات النبلاء كان ليهم أهالي ونفوذ، ومجتمع مش هيسكت عن اختفائهم. بعد اختفاء أكتر من بنت من طبقة النبلاء، شكاوي كتيرة وصلت للحاكم المجري. في البداية ما كانش مصدق إن ست من عائلة باسور القوية ممكن تكون السبب في كل الجرائم ديت، لكن مع الوقت الأدلة بدأت تظهر، وقصص عن بنات النبلاء وبنات الفلاحين اللي دخلوا قصر إليزابيث وما خرجوش ابتدت تنتشر زي النار في الهشيم. الحاكم قرر إنه يبعت جنود لقلعة إليزابيث باسور بقيادة جورج سورزو. لما اقتحموا القلعة، المشهد اللي شافوه كان مرعب، اوض مليان عدوات تعذيب، جثث لبنات مرمية أو متحللة، بنات عايشين لكن حالتهم كانت مأساوية. في منهم كان بيموت بالبطء، وفي منهم كان بيتعذب من الألم. الجنود قبضوا على إليزابيث والحشة بتاعتها، والجرائم كلها اتحولت لمحكمة علنية قلبت المجر بالكامل. المحاكمة كانت حدث تاريخي. إليزابيث نفسها بسبب مركزها ونفوذها ما حضرتش في المحكمة، لكن الحشة بتاعتها كانوا هناك اتحاكموا قدام الجميع. تم الحكم على الحشة بتاعتها بالإعدام بعد اعترافاتهم بكل الجرائم اللي ساعدوا إليزابيث فيها. كل واحد فيهم اتحرق حي قدام الناس كعقاب على الجرائم اللي ساعدوا إليزابيث إنها تنفذها. أما إليزابيث نفسها فعشان مكانتها العالية محدش قدر إن هو ينفذ فيها حكم الإعدام. بدل كده اتحكم عليها إنها تتسجن في قلعتها الخاصة. إليزابيث اتسجنت في أوضة صغيرة كل شبابيكها متقفلة بالطوب، مفاضلش فيها غير فتحة صغيرة يدخلوا لها من الأكل. مع الوقت ابتدت تفقد عقلها ببطء وهي محبوسة في الضلمة. بعد 4 سنين من العزلة، الجنود فتحوا عليها باب الأوضة اللي مسجونة فيها، لقوها مرمية على وشها ميتة في عمر 50 تقريبا. وبموت إليزابيث بكده تكون انتهت الحكاية. إليزابيث باسور اللي ما كانتش مجرد قتلة، دي كانت مراية بتعكس أسوأ ما يمكن يوصل له الإنسان. بس السؤال هنا، هي نفسها كانت مقتنعة إنها هتفضل في أمان، ولا في يوم الحساب هيقرب وجاي لولا طمعها بدم البنات النبيلات جرائمها كانت ممكن تفضل في الخفا، كانت هتستمر في قتل البنات الفقراء واحدة ورا التانية، ويمكن فعلا كانت هتخلص على بنات المجر بالكامل من غير ما حد يكتشفها. وستظل أسطورة إليزابيث باثوري محاطة بالغموض، قصة يرويها التاريخ بدماء. ولكن هل سنعرف يوما الحقيقة الكاملة؟ لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تتابعوني عشان نكشف سوا أسرار وحكايات من الزمن اللي فات.